طبعا ما ننساش نبارك النهارده لنادي الزمالك اللي خسر من عاشر الدوري الزومبي. ولو المصري كسب الماتش الجاي والزمالك تعادل او خسر، الزمالك اوت بره الكونفدراليه خالص. ويلا بينا نخش على حلقتنا النهارده. يلا بينا. اعلام الزمالك اللي كان فرحان ان امام عاشور ما راحش المطار في الماتش بتاع النادي الاهلي اللي فات. اسمعوا كده معايا الفيديو ده. الناس اللي بتسأل على شيكو بانزا ليه ما سافرش مع البعثة لزامبيا؟ اقول لكم الحقيقة بقى واللي حصل واللي لسه ما اتقالش. شفتوا كده موقف امام عاشور عمل ايه؟ ممكن الصوت لو سمحت. شيكو بانزا ده يعني عمل النهارده يعني عاملة ومحدش خد باله منها، وفي ناس هتتعمد ما تتكلمش عليها. اكيد يا استاذ اسهام ما حدش هيتكلم عليها. اكيد طبعا ما حدش هيتكلم عليها، كله هيعمل اصنع دلوقتي. نكمل. شيكو بانزا ما راحش المطار وما رضيش يسافر. ما راحش المطار. ما راحش المطار، واخد بالك يا حاج؟ واخد بالك؟ ما راحش المطار. نكمل. خاصة ان شيكو بانزا على فكرة كان في قائمة الفريق اللي سافرت الى زامبيا، بس حصل انه دخل في مشادة مع كابتن معتمد جمال المدير الفني مشدد يا ابو سهام اللي دخل فيه. يعني هو ما عندهم الكلام ده في النادي ده نادي الملايكه، كلهم جوه ملايكه، يعني يتحطوا على الجرح يطيب. كملوا يا ابو سهام كملي. عبد الله السعيد ما سافرش، اللي خرج لينا من النادي عبد الله السعيد ان عنده نزلة برد، بس الحقيقة على النعمه يا استاذ سهام، انت مبدعه النهارده ومزاجك رايق. وكملي قولي الحقيقه، اتفضلي. ايه الحقيقه؟ خالد قال لهم قال لهم اعفوني يا استاذ خالد من السفرية دي لانها مرهقة واجواء السفر بتاعتها مش لطيفة، فخلوني معاكم هنا في مصر لاني نفسيا مش قادر، ومشيها نفسيا مش قادر. طيب اللي احنا بقى عرفناه ايه؟ الكلام الحقيقي بقى ان الازمه الماليه مضايقه عبد الله السعيد لانه ما بياخدش برضه مستحقاته بشكل منتظم، ده غير انه ما كانش عايز يسافر برضه على طياره عاديه، المشكله اللي احنا اتكلمنا فيها دلوقتي، وشاف انها رحله فعلا هتكون مرهقه بالنسبه له. دي كانت قضيه او قصه شيكو بانزا وعبد الله السعيد. الراجل يا جماعه خلاص، يعني كبر في السن، ما عادش يقدر الكلام ده ويروح ويسافر ويجي بطياره، وخصوصا طياره عاديه. خلاص كده. فين بقى اعلام الزمالك؟ انت فين قبل فرح؟ طب انت فين يا استاذ جاليليو؟ برضه ماشي. طب اللي كان عمال يردح زي النسوان ده كده راح فين؟ خلاص كله هيعمل فيها من بنها، لا مؤاخذه، يعني الرجاله بتوع بنها. وده يبين لك يا صديقي ان اي حاجه في الاهلي بيعملوا منها بالحبه قبه، انما لو حصلت زيها في الزمالك بالظبط ولا كله هيعمل اهبل. وفي نهايه الحلقه لو عجبتك ما تنساش تحط لايك، لو اول مره تشوفني انزل دوس اشتراك واعمل الجرس على الكل وشير الفيديو على قد ما تقدر، وفي الختام بقول لك سلام.